نقول بالعراق للصوت العالي صوته يشبه صوت الطرزينة. بس شنو هي الطرزينة؟ الطرزينة هي عربة تسير على السكة ويدفعها اثنين من العمال، ويتم دفعها يدويا حتى ينقلون مسؤولي صيانة سكك الحديد لتفحص صلاحية الخطوط الحديدية وتقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث، ويكشفون عن الأعطال. بعد ذلك تطورت الطرزينة وأصبح لها محرك صغير وسميت النارية. بعدها تطورت الأمور، وصل للعراق سيارة تسير على السكة والشارع، وذلك عام 1970. ثم تطورت وأصبح هناك آليات ضخمة لهذا الغرض. من القصص الطريفة يقال إن مزهر الشاوي رئيس مؤسسة الموانئ العراقية بذاك الوقت كان مار بالسيارة قرب أحد خطوط السكك الحديدية بالبصرة سنة 1959، وشاهد الطرزينة ولم يكن شاهدها من قبل، ولكنه شاهد موظف جالس بها ويضع مظلة فوق راسه وعامل كبير بالسن يدفعه. فأوقف السيارة ونزل منها وتوجه نحو الموظف وخاطبه بعصبية. قال له: أنت منو؟ قابل أنت السلطان، وشنو شغلك وقاعد هاي القعدة والعامل يدفعك؟ فأجاب الموظف إن هذا عمله وهو فاحص للسكة. وعندما عاد مزهر الشاوي إلى مكتبه طلب استيراد طرزينات تعمل بمحرك صغير وسميت النارية.